في عالم الموتوسيكلات في فرق كبير بين انك تركب موتوسيكل جامد وانك تركب وحش اسطوري. والنهارده معانا واحد من اخطر الوحوش اللي بي ام دبليو عملتها، النسخه الوحيده في العالم بي ام دبليو ار 1300 ار تايتن. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وقبل ما نبدا لازم تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. من اول نظره كده بالصحاب هتحس ان الموتوسيكل ده معمول عشان يسيطر، شكل عدواني، جسم عضلي، وتفاصيل دقيقة متظبطة لدرجة تحسها لوحة فنية مش مجرد موتوسيكل. بس اللوحة دي بتتحرك بسرعة مرعبة. الوحش ده مش معمول للبيع، يعني مش هتلاقيه في أي معرض. دي نسخة وان اوف، يعني نسخة يتيمة بس في العالم، اتعملت مخصوص ككاستم دراجستر. موتوسيكل معمول عشان يجرك جوه عالم تاني، عالم السرعة. التصميم بتاع الموتوسيكل ده واخد اساسه من بي ام دبليو 1300 ار العادي، لكن الموضوع هنا مختلف تماما. الخطوط الحاده بتدي الشكل سبرنت ريسر. الموتوسيكل شكله متوازن ناحيه قدام، كانه في اي لحظه هينط ويطير. تحس فعلا انك قدام مفترس مستني لحظه الانقضاض على فريسته. جسم الموتوسيكل ده معمول من فرجه كربون فايبر، وده مش كربون فايبر عادي، لا ده نوع مطروق اقوى واخف، بيدي الموتوسيكل وزن خفيف وشكل عدواني. وكمان الجرافيك الازرق ميتاليك دي احساس بالحركه حتى وهو واقف مكانه. اما عن الجاكمان اللي في الموتوسيكل ده فهو اكرابوفيك تيتانيوم اكزوست، معمول مخصوص بالتعاون مع شركه اكرابوفيك نفسها. صوته كانك سامع اسد بيزقر. الجاكمان يدخل تحت الموتوسيكل وبيتفرع في الاخر لفتحتين ورا تحت الجزء المرفوع بشكل جامد وعنيف. نيجي بقى للجزء الحقيقي. الموتوسيكل مش بس معتمد على المحرك البي ام دبليو ار 1300 ار المعروف بقوته، لا ده كمان محمل معاه ان او اس، نيتروز اكسايد سيستم. يعني بمجرد ضغطة زرار واحدة النيتروز بيتضخ على طول في نظام الحقل، وبيدي الموتوسيكل قوة انفجارية لحظية، فرقع الطريق تحت رجلك حرفيا، ويخلي الانطلاق حاجة تانية وليها احساس مختلف تماما عن الموتوسيكل العادي. الموتوسيكل ده معمول عشان سباق التسارع. لحظة الانطلاق بتبقى هي الفيصل، وهنا بيجي دور ال NOS اللي بيخلي التايتن يبقى زي الصاروخ. كمان الشاسيه بتاعه معمول مخصوص شركة ويلبرز، مع سوينج ارم طويل بيدي ثبات رهيب، وبيخلي الموتوسيكل يثبت على الارض مهما زادت قوته. اما بقى بالنسبه للفرامل فهي HC3 بريكنج سيستم. نظام الفرامل ده متطور جدا، وده لازم عشان يوقف الوحش ده وقت ما تحب مهما كانت سرعته مجنونه. كل تفاصيله هنا معموله للسباق. وضعيه القعده العدوانيه، الدواسات لورا متأخرة أكتر عن الموتوسيكلات العادية. كل مسمار وكل لحام متصمم إنه يحول الطاقة اللي في الموتوسيكل ده كله لانطلاقة واحدة على التراك. من أول ما تدوس على دواسة البنزين لحد آخر لحظة بتدوس فيها الفرامل، الموتوسيكل ده يا جماعة مش بيهزر. كل طاقة فيه بتتوجه للسرعة، الهيمنة على خط مستقيم في السباق. الموضوع مش بس هندسة، ده مشروع شخصي جدا انعكس للي بيحصل لما مجموعة صغيرة من البنائين والمهندسين المهووسين بالسرعة يتجمعوا ويقولوا تعال نكسر كل القواعد. هتسألني ليه سموه تايتنز؟ الجواب هيكون بسيط جدا، لأن الاسم مش جاي من فراغ. تايتن يعني العملاق، لأنه فعلا عملاق، الأسطورة اللي محدش يقدر يقف قدامه. وزي ما قلت لك إن الموتوسيكل ده مش معمول للعرض بس، ده اتبنى كانه كائن حي في عروق نيتروز وعلى جلده كربون مطروق. بي ام دبليو نفسها وصفته، قالت like a predator waiting to bounce، يعني المفترس اللي مستني اللحظه اللي يهجم فيها على الفريسه بتاعته. دبليو ار 1300 ار تايتن مش هتلاقيه للبيع ومش هتقابله في الشارع، لكن موجود كرسالة من بي ام دبليو للعالم كله. احنا نقدر نكسر كل القواعد ونعمل وحوش ميكانيكية اسطورية، وان بي ام دبليو تقدر تعمل اللي محدش غيرها يقدر يعمله. ولو انت من عشاق الموتوسيكلات، اللحظة اللي بتتفرج فيها على التايتن هيفضل محفور في دماغك، لانك ببساطة شفت المستقبل قدامك. وانت ايه رايك يا ابو الصحاب في الوحش ده؟ هل لو كان للبيع كنت هتفكر تشتريه مهما كان سعره؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وسبسكرايب، عشان عندنا لسه وحوش تانية لسه هنتكلم عنها في الحلقات الجايه. كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.